كيفاش رجاء بالمير بالنجاح ديالها باغيه راجل اللي يجلسها في الدار، وعلاش قالت انها ما بقاتش قادره على شي علاقه حب؟ بالمير سيادنا خرجت مؤخرا في بودكاست قالت فيه باللي مستعده تحبس خدمتها وتحبس الاعمال ديالها وتجلس في الدار، خاصها غير تلقى الراجل اللي بصح غيخليها تجلس ويكون قاد بها. وهنا كيجي السؤال ديال لماذا، علاش وكيفاش مغنيه مشهوره نقدروا نقولوا عليها وحده من توب 5 ديال المغرب في الدريات، ومع ذلك تخلى على النجاح ديالها باش تجلس تربي عائلتها؟ قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال بالمير قالت ثاني باللي هي عيات عاطفيا وما بقاش عندها الجهد باش تبدا علاقه جديده من الاول، يعني بغات اللي يجي يخطبها ويتزوجها مباشره. نبداو بالتصريح الثاني اللي قالت فيه بالعيات عاطفيه، وهذا التصريح علميا كيتسمى بالاستنزاف العاطفي. فمن بعد ما الانسان كيدوز من علاقات عاطفيه وكيعيش فيها الفراق وفقدان الثقه وحتى ممكن الرفض من الطرف الثاني، كيقدر يوصل لهذه المرحله اللي ماشي بالضروره انه ما بقاش باغي الحب، ولكن كيولي ما عندوش الطاقه النفسيه باش يعاود يبني علاقه من الزيرو، يعني يعاود يتعرف ويثيق ويشرح راسو للطرف الثاني ويتعلق، ومن بعد يولي خاف يعاود يعيش نفس الالام. علميا التجارب العاطفيه السلبيه اللي كتعاود كتقدر تخلي الدماغ يولي خايف ورد البال، وكيبدا يتوقع الخطر حتى في العلاقات الجديده، وهذا الشيء كيخليه يقول ما بغيتش ندخل في حتى شي علاقه. وهذا الاحساس ما كيعنيش بالضروره ان الانسان ما بقاش محتاج للحب، ولكن كتعني انه ما بقاش هو قادر يعطي الحب. يعني الا قربتي لهذا النوع خاص ما تسناش منه انه يعطي الحب مباشره. ندوزو للتصريح الثاني اللي رجاء قالت فيه اللي مستعده ان تجلس في الدار الا راجل طلب منها هذا الشيء. يقدر مثلا يجي راجل يقول لي انا قاد بالدار جلسي، نقول لي اوكي. هنا كندويو سيادنا على واحد الظاهره عميقه بزاف كتبان عند العيالات المستقلات ماديا اللي في العمر ديالهم بين 30 و 40 عام. هذه الفئه ديال البنات من بعد سنين ديال الخدمه واثبات الذات كيوصلوا لواحد المرحله ديال العياء الشديد وكيولوا يقلبوا على الاستقرار وعلى الراحه باش يهربوا من الحياه الخدمه. باش نفهموا هذا الشيء اكثر بلغه الارقام، المندوبيه الساميه للتخطيط في المغرب كتقول باللي 51% من العزاب البالغين ما بقاوش باغيين يتزوجوا، وسن الزواج عند البنات وصل ل 26 عام، والاكثريه من هذا الشيء نسبه العزوبه الدائمه عند العيالات اللي كيكونوا وصلوا ل 50 عام يعني ما غيتزوجوش طلعات ل 12%. وهذا الشيء كيعني باللي البنات في العمر ديال العشرينات بما انه ما كاينش الزوج مناسب للافكار ديالهم في ذاك الوقت فكيدخلوا في واحد الحاله نفسيه كتسمى متلازمه المراه الخارقه. هذه المتلازمه كتكون عند البنات اللي خدامات مزيان كيعاونوا عائلتهم مهليات في ريوسهم وكيبانوا ديما قويات وما كيتهرسوش قدام الناس، ولكن هذه القوه اللي كيبينوها كتكلفهم غالي من الداخل ديالهم، حيت الجهاز العصبي ديالهم كيبقى ديما مستريسي ومضغوط باش ما يبينوش الضعف ديالهم. ملي كتوصل البنت لوسط الثلاثينات كيف ما الحاله ديال بالمير اللي كنهضروا عليها كتوصل لواحد المرحله ديال الاحتراق المهني والنفسي وكتعيا من هذاك الماسك ديال المراه القويه اللي قاده بشغلها وبشغل غيرها. داكشي علاش كتولي كتحلم بشي حد اللي يقول لها ارتاحي وانا غنتكلف كل شيء، وهذه راه ماشي رغبه في الخضوع للراجل ولكن هي غوته ديال عقل وجسد عياو من المسؤوليه، بحال مثلا الحاله ديال المقدمه شهرزاد عكرود اللي كنا هضرنا عليها من قبل في واحد الفيديو، وكيفاش تحولت من انسانه رافضه فكره الزواج في واحد المرحله من حياتها الانسانه اللي كتقلب على زوج حنون تكى عليه ويتكلف بها. زياده على هذا الشيء كاين واحد المفهوم في السيكولوجيا سميتو الاستقلاليه المفرطه اللي كتكون غالبا نتيجه لشي صدمه او لحيه البنت لقات راسها هزه مسؤوليه كبر منها في صغرها. هذه البنت كتبرمج عقلها على فكره وحده اللي هي حتى شي واحد ما غادي يعاونني ولا يحميني من غير راسي، وهادشي كيخليها ترفض اي مساعده من برا وكتحس بالخطر الا عولت على شي حد. ولكن مع الوقت هذا الدور كيعييها وكيحسسها بالوحدانيه الكبيره، وملي كتقول هاد البنت باللي بغات واحد الراجل اللي يجلسها في الدار وما تخدمش هي في الاصل كتقلب على انسان اللي يفوت داكشي اللي هي قادره ديرو لراسها ويولي قادر يقود ديك العلاقه بيناتهم. يعني هي ما بغاتش راجل قدها في النيفو المادي حيت ما بغاتش ترجع تلعب دور المنقذه اللي خاصها تعاون في المصروف تحل المشاكل. داكشي علاش صعيب وشبه مستحيل انك تلقى بنت ناجحه تقبل تتزوج براجل اللي يقول لها 50-50. وهادشي بالضبط اللي قالت بالمير في نفس البودكاست، قالت بلي اي واحد كيجبد لها الصالير المشروع كتحطو سطال بلا تقرقيب. ولي ما عندكش مشكل المراه تبقى خدامه مثلا ولا انا نبقى في الدومين تيقول لي لا عادي سطال بلا تقرقيب. فإلا درنا اسقاط ديال هذا التحليل العلمي على الحاله ديال رجاء بالمير غادي نلقاو بلي هادشي كينطبق عليها بالحرف. رجاء بنت خدامه على راسها من الزيرو ولات هي المسؤوله بعائلتها وبراسها، زائد ان رجاء صرحات باللي كتخاف من الحب وباللي الزواج في هذا الوقت ولا صعيب. داكشي علاش ولات كتبغي تبقى بوحدها، وهذه هي تماما اللي كتسمى ازمه الحميميه مقابل العزله اللي هضر عليها العالم النفسي إريك إريكسون. اذا ملي كتقول بغيت نتزوج راجل اللي يجلسني في الدار هي ما كتهضرش بالتكبر، بل هذا دليل باللي صافي وصلت لمرحله العياء العاطفي وبغات تسلم امرها لراجل اللي يتكلف بها ماديا ومعنويا وكل شيء. هذا ما كان دوزو بخير.